السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هشارك معاكم يوم في بيت ماما الله يرحمها. احنا رحنا البيت كده، وطبعا ما كنتش عامله اكل كده، ولقيت العيال عايزين ياكلوا حاجه حلوه، قلت اعمل لهم حاجه حلوه بالحاجات اللي موجوده في البيت. بالنسبه للفانتا الموجوده دي كانت موجوده عندنا من ايام الفرح وكده، كان جاي لنا فانتا كتير ايام الفرح. جبت كده 3 كوبايات من الدقيق، وبعت اشتريت بيكنج باودر وفانيليا وبيض. يعني قلت بقى هعمل لهم حاجه بالامكانيات الموجوده. استخدمت كده 3 كوبايات من الدقيق، حطيت عليهم كيس من البيكنج باودر، وهحط هنا 3 بيضات بقى احطهم في ايه، في الخلاط. هعمل كيكه كده في الخلاط. يعني حتى النهارده عملتها معاكم كده في الاوضه، هم قالوا لي اعمليها هنا ما تخشيش بقى المطبخ كده ولا حاجه يعني، فقلت هشاركها ايه قدامكم كده. جبت الخلاط كده اهو، وهبدا ايه احط بقى البيض اهو زي ما انتم شايفين. هحط 3 بيضات كده واحط عليهم الفانيليا. حابه اقول لكم ان انا بشارك معاكم الفيديو ده مش عشان طريقه الكيكه ولا حاجه، لا انا بشارك معاكم ده عشان اعيشكم اجواء بيتنا في بيت العيله. وبالرغم من ان ماما الله يرحمها توفت ووالدي متوفي، بس احنا بنروح البيت ده كده عشان نفتكر ايامهم يعني الحلوة، وليه ذكريات كده فيه. فاحنا بنروح هناك بنفتكر الايام الحلوة، وبنحب نعمل الحاجة هناك عشان نحس كده بالحاجة بطعمهم في حاجتهم. يعني كان ممكن اعمل الكيكة دي في بيتي، او اعمل الحاجة اللي انا عايزاها بدل ما اعملها هنا في الادوات عندي الحاجات الحديثة وكده، بس لا ده انا عاملاها هنا كده عشان بنحس بطعم الاهالينا بتاع زمان. يعني مش هتحسوا بالحاجة دي غير لو انتوا عندكم يعني ربنا يعني يحفظ اهاليكم، عندكم نفس الاحساس اللي انا فيه. يعني انا بحب بيت اهلي لاني بحس ان انا ايه كني هلاقيهم هناك يعني. المهم انا حطيت 3 بيضات كده، وحطيت عليهم كيسين من الفانيليا. والله عايزه اقول لكم على حاجه، يعني سبحان الله، برغم ان حاجات اهالينا بتبقى بسيطه، بس سبحان الله الاكل عندهم بيبقى ليه طعم تاني. حطيت هنا البيضه والفانيليا، هبدا بقى اروح ايه اضربهم في الخلاط، وبعد كده هحط السكر. هروح اضربه الاول بيض وبعد كده احط السكر. هنا بقى كنت ضربت البيض اهو، جبت بقى كده السكر اهو، هحط 1.5 كوباية من السكر. خلاص انتوا عارفين حتى ما روحتش المطبخ اعملها، اخواتي قالوا لي لا اعمليها هنا كده، بحيث ان احنا ايه انتوا قاعدين ايه كده مع بعض، ما باش اقضي الوقت في المطبخ وكده. طبعا الاولاد متعودين من ايام ماما الله يرحمها ان هي بتبقى عامله لهم الحاجات الحلوه والحاجات، فبيبقوا عايزين يلاقوا نفس الحاجه اللي هم كانوا متعودين ايه يلاقوها. يعني حطيت زي 1.25 كوباية، لو انتي بتحبيها مسكره قوي حطي 1.5 كوباية، بس السكر ده بيسكر. والفانتا دي كانت عندنا من ايام الفرح، فانا ايه استخدمتها، حطيت 1 كوباية من الفانتا. لو عندك لبن استخدمي لبن، عندك برتقان اعملي عصير برتقان. انا بقيت استخدم الحاجات اللي موجوده هناك، فاهمين؟ هعمل لهم حاجه حلوه بالامكانيات اللي موجوده هناك. وقلبت دي كده مع البيكنج باودر، وحطيت بقى الخليط ده بعد ما ضربته اهو. بدات اضربه كده، بس عايزه اقول لكم حاجه بقى، انا قعدت اضرب بالمضرب ده كده في الحله، والحله اتخربشت شويه. فخلي بالكم بقى تعملوا في حاجه بلاستيك ولا حاجه عشان ما تخربشوش الحله، لاني كنت بعمل بسرعه وكده، فالحله مع الضغط بالمضرب وكده يخربشها. فخلي بالكم بقى. يعني حبيت برضه اقول لكم لو عندكم المضرب ده او اي مضرب تاني برضه خلي بالكم عشان ما تخربشوش. انا حاولت اتك عليه عشان هو بالضغط كده بيقعد يعمل، فحاولت اعمل فبقى يخربش الحله. فحبيت برضه اقول لكم عشان كل حاجه تبقى واضحه قدامكم. لما الواحد بيكون مش بيتعود يعمل بالحاجه بتاعت اهاليه برضو بيبقى فيه اخطاء. يعني دي الاخطاء اللي انا عملتها، ان انا خربشت الحله. خلاص كده دي كانت سمنه، هي انا مسيحينها بس كانت سخنه، كنت سايباها تبرد. حلو ان انتي تستخدمي السمنه، تدفي السمنه عشان بتساعد ان الكيكه تنفش معاكي بسهوله. يعني في ناس تقولك دفي اللبن، لا احنا بندفي السمنه او الزيت. يعني ممكن تستخدمي السمنه او الزيت. خلاص دفيها مش خليها سخنه. شايفين قوام الكيكه اهو، لسه محطتش عليها الزيت ولا السمنه، ده قوام. هنزل بقى بالنص كوبايه من السمنه اهو، انا حطيتها في كوبايه تانية عشان ابرد لان العيال كانوا سخنوها قوي. تمام خلاص كده حطيت اهو، هبدا ايه اقلب. دايما في كل فيديو بقول لكم ان انتوا تعودوا نفسكم انتوا تعملوا اي عمل تذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. قولوا سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله، نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ونتوب اليه. ودايما يعني حاولوا كده تجمعوا حبايبكم واهاليكم على اكله حلوه، على مكان حلو في بيت اهاليكم كده. اللمه حلوه
وجمعوا بعض ايه يعني اللمة حلوة. خلاص كده بصوا ده قوامها اهي. الكيكه هنا ما بتكونش قوامها خفيف، لا بيكون قوامها كده متماسك، يعني ما بيكونش تقيل ولا خفيف زي ما انتم شايفين كده. ده القوام الايه اللي يطلع معاكي الكيكه مظبوطه. حبيت اوريلكم اكتر من مره اهو. خلاص كده هنبدا بقى نجيب الصينيه ونبدا نحطه فيها. الصينيه طبعا كنت دهنيها زيت كده، وبعدين كده عاملاها بالدقيق. ادهنيها زيت او سمنه الحاجه الموجوده عندك، تمام. وبعد كده بحط بقى الخليط كده اهو. لو لقيتي ان في اي كتل مثلا دقيق ولا حاجه انتي مش عاملاها اعمليها. خلاص ما تقلقيش، الحاجه دي هتطلع منها الهواء، يعني عايزين نطلع الهواء برضه عشان ميبقاش فيها فراغات. خلاص اهو. بعد ما تحطيها في الصينيه بقى اخبطيها خبطتين كده بحيث تطلعي كل الهواء اللي فيها. طبعا لازم اشارك معاكم الكواليس. طبعا الحاجات اللي بتبقى في الحله الاطفال الحلوين لازم ياكلوا اوريكسيون حبه كده في حاجه يحبوا ياكلوها كده، يحبوا ياكلوها كده. فربنا يديمهم كده حوالينا ويحفظهم ويسلمهم كل شر. حبيت بس اشارك معاكم الاجواء دي. وهنا الكيكه اهي بعد ما طلعت، يعني معلش هي احمرت شويه عشان ايه الفرن كان عليه سمنه. وهبدا بقى كده اقطعها. هي طلعت طعمها جميل جدا. هوريها لكم دلوقتي بقى لما نقطعها. هي بس احمرت سنه من فوق وتحت، كانت ايه الفرن كان عليه سنه وانا ايه سهيت مع الاولاد شويه. هنقطعها كده ونشوفها. بصوا هي احمرت شويه من تحت وفوق، بس ما كان طعمها حلو، يعني الصراحه كان طعمها حلو. زي ما انتم شايفين اهي. بصوا ما شاء الله قوامها حلو، هي بس احمرت سنه من تحت وفوق، بس ما شاء الله جميله. جربوا الطريقه دي هتعجبكم. واقول لكم بقى اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ودعمونا بقى عشان يوصلكم كل جديد. اترككم في امان الله واقول لكم بقى مع السلامه.